أكلت 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 يوم أكل الثور الأبيض أكلت يوم أكل الثور الأبيض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات ملح إعرابية في الآيات القرآنية. النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى هنتكلم في موضوع من موضوعات النحو، من الموضوعات المهمة جدا اللي هي بسببها اتعمل النحو، اللي بسببها هنقدر نفهم اللغة، اللي بسببها هنقدر نفهم كلمات القرآن، دي ليه جت بالطريقة دي ودي ليه جت بالطريقة دي، اللي بسببها هنعرف فين الحاجة اللي مرفوعة، فين الحاجة اللي منصوبة، فين الحاجة اللي مرفوعة. الموضوع بتاع النهاردة اسمه الإعراب. عايزين نعرف بقى مع بعض ايه الإعراب. طبعا خلاص كله دلوقتي خلاص بقى قفل ايه الإعراب، إعراب ايه الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي، ده احنا دخلنا بقى في الجد ودخلنا في كلام معقد وبتاع، مفيش تعقيد ولا حاجة، ده حتى بالعكس، ده كلمة الإعراب معناها الإبانة والإفصاح. ده حتى كلمة الإعراب معناها انك انت بتبين حاجة او بتفصح عن حاجة. يبقى انت هتفصح عن حاجة معينة هي مش موجودة. زي ايه؟ زي مثلا لما واحد دخل البيت، مثلا انت دخلت البيت وعندك ابن اسمه محمد وابن اسمه خالد، فلما دخلت البيت لقيت في خناقة والاتنين بيعيطوا، يبقى في واحد ضرب التاني اكيد وفي خناقة حصلت، فانت عايز تسأل، فبتسأل زوجتك فبتقول لها من ضرب من؟ مين ضرب مين؟ فهي ممكن تقول كلمة واحدة انت تفهم منها ان هو مين اللي ضارب ومين اللي مضروب. لو قالت محمد يبقى انت كده فهمت اني، لو انت فاهم بقى في الاعراب ما احنا هنفهم اهو، فهمت ان اللي ضرب محمد. طب لو ما جابتش سيرة محمد خالص وقالت خالدا، يبقى كده اللي اتضرب مين؟ خالد. يبقى في فرق بين محمد ومحمدا، في فرق بين محمد ومحمدا، في فرق بين خالدا وخالد. الاسماء كلها زي بعض لكن في فرق طبعا شاسع. لو حطينا الضم قلنا خالد يبقى هو اللي ضرب، لو خليناه بالفتح قلنا خالدا يبقى هو اللي اتضرب. يبقى دي الاعراب اسمه افصاح، الاعراب اسمه بيان، الاعراب اسمه ان الواحد يقول اللي جواه او يعرب عن اللي جواه. يبقى اذا كلمة تعرب ده معناه ايه؟ معناه ان الانسان بيفصح. يبقى الاعراب معناه ايه؟ معناه الافصاح. الاعراب معناه ايه؟ الابانة. الافصاح الاعراب معناه ايه؟ التبيين، انك بتبين حاجة وبتوضح حاجة. ده كده معنى الاعراب في اللغة العربية. طيب احنا عايزين نعرف الاعراب في الاصطلاح بقى. يعني في الاصطلاح، يعني عند العلماء بتوع النحو بقى قالوا ايه الاعراب؟ قالوا الإعراب هو تغيير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها. قدامك اهو على الشاشة، الإعراب هو تغيير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها. طيب ايه تغيير آخر الكلمة دي؟ يعني هجيب مثلا كلمة زي محمد، ممكن في مرة أقول محمد، وممكن في مرة أقول محمد، وممكن في مرة أقول محمدا. لما ربنا يقول في آية مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا جت مرفوعة، يبقى إيه؟ يبقى محمد مبتدأ. محمد إيه؟ مبتدأ مرفوع بالضمة، يبقى الضمة دي جت علامة للرفع. طيب لما يقول ربنا سبحانه وتعالى وآمنوا بما نزل على محمد، فمحمد هنا بقت مجرورة. شوف الدال بتاع محمد مرة جت دن ومرة جت دن، وآمنوا بما نزل على محمد، ومرة تقول انت رأيت، يعني انا شفت مين؟ محمد، فمحمد ده هو اللي اتشاف يبقى مفعول به، واحنا عرفنا المفعول منصوب، يبقى هقول ايه؟ رأيت محمدا. طبعا احنا
مختارين كلمة محمد على طول، دايما نضرب عليها الأمثال، ودايما نجيب الآيات القرآنية اللي بتتكلم عن محمد. ايه الفكرة بقى في الحكاية دي؟ الفكرة في الحكاية دي ان انا كمان عاوزك تعرف يعني ايه محمد. هتقول لي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي، ايه اللفظة دي معناها ايه؟ الاسم ده معناه ايه؟ لما واحد يبقى اسمه محمد ينفع يشرب سجاير؟ ينفع يشرب خمور؟ ينفع يتعاطى مخدرات؟ هل ده يبقى اسم على مسمى؟ ينفع يبقى بيبص يمين وشمال؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ لأن اسمه محمد. يعني ايه محمد؟ محمد يعني من كثرت خصائصه المحمودة. يعني واحد مؤدب، واحد كريم، واحد جيد، واحد بيصل أرحامه، واحد بيتقي الله، واحد لسانه على طول ذكر، واحد بيراعي ضميره في العمل، بيراعي ربنا سبحانه وتعالى في إخواته، بيراعي ربنا سبحانه وتعالى في زوجته. أدي محمد. يبقى محمد من كثرت خصائصه المحمودة. ويطلق هذا اللفظ على سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن. هنبص بقى على الشاشة عشان أنا شايف إن احنا محتاجين نكتب الجمل دي ونعرفها ونحفظها، وهقول لك هتكتبها ليه. اكتب الأول، الشاشة كلها قدامك بتقول محمد هو من كثرت خصائصه المحمودة، وهو علم لمحمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله خاتم النبيين وأشرف المرسلين. أوحى الله إليه القرآن الكريم متضمنا تعاليم الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية دينا. يعني هو ده الدين اللي ربنا ارتضاه للبشرية دينا. خلاص كتبنا كده؟ كتبنا كده. ايه بقى الجمل اللي احنا كتبناها دي عشان نبقى فاهمين؟ الجمل دي كل واحد في تخصصه، كل واحد في تخصصه. اللي بيعرف اسباني يكتبها يترجمها للاسباني، اللي بيعرف الماني يترجمها للالماني، اللي بيعرف انجليزي يترجمها للانجليزي، وكلنا نبعتها بقى ونبين للناس ونبثها على النت في المنتديات بتاعتنا ونقول فيها مين هو محمد صلى الله عليه وسلم. الاسم معناه ايه؟ من كثرت خصائصه المحمودة. طيب احنا مين محمد رسول الله؟ بنقول هو كذا وكذا وكذا، الكلام اللي حضراتكم كتبتوه. طيب ده الإعراب في الاصطلاح، يعني عند النحاة. ايه هو تغيير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليه. هنجيب تغيير آخر الكلمة، مثلا لفظ تاني زي لفظ الجلالة الله،